يا صباح الفل. النهارده بقى هنعمل رز بلبن كريمي زي بتاع المحلات بالظبط. مش هتعرفي تفرقي بينه وبين اللي بره، ومخدوم ودسم وحلو جدا. اللي معايا ديت هي كوبايه قهوه، يعني ما ملتهاش كده كلها، وكمان هعمل نص، يعني كوبايه وربع من كوبايه القهوه اللي قدامي دي، على كيلو ونص من اللبن. كوبايه وربع قهوه، يعني اقل من كوبايه الشاي. خلاص نقعته في ميه، بس انا ما صفيتش الميه بتاعته دي لاني انا محتاجه النشا بتاعه الرز. قدام اللبن هنا كان خلاص عايزه اغليه، بيغلي دي تاني مره. فهنزل فيه الرز وهدي على الاخر واسيبه على نار هاديه كده، ياخد ويدي مع بعضه ويغلي فتره كده، يجي نص ساعه. طول ما انت ايدك فيه مش هيفور. ولو حطيت معلقه كده، شايفين انا حاطه معلقه فوق الحله عشان اللبن ما يفورش. وكمان كنت مهديه جدا جدا، كل شويه كده من كل 10 دقايق او ربع ساعه اروح ابص عليه اشوف الرز استوى ولا لا. هنا بقى المقادير اللي هندلع بيها الرز بلبن هيبقى في حته تاسعه خالص. هنا بحاول اشوف الرز كده، هجيب الشوكه واشوفه استوى ولا لسه. يعني هو تقريبا قعد شوية كده على النار، قيمة ساعة كده، بس أنا مهدية جدا وكل شوية باجي وراه عليه وأقلب فيه، لأن أنا مش ناقعة الرز وكمان مش مسوياه خالص. هو الرز جبته كده حطيته في مية ونزلت بيه في اللبن على طول. ده بيدي طعم للرز بلبن حلو جدا جدا يا جماعة. شايفين بجيب الشوكة كده واعمل بيها، الاقي الرز خلاص هو في مرحلة السوى، استوى وانا عايزاه يتهري خالص. في ناس بتقولك لا، الرز بلبن ما بيستويش في اللبن نفسه. لا بيستوي يا جماعة، بس هدوا النار وكل شوية ايدك فيه وقلبيه وهدي النار جدا عليه، هيستوي ويبقى زي الفل. تعالوا بقى ندلع الرز بلبن. دي كده نص كوباية من اللبن البودر. كل اللي انا احطه ده هحط برضو كوباية من الكريم شانتيه، بتديله طعم وبتديله طعم كريمي كده، بيوديه في حتة تاسعة خالص، وبيبقى طعمه حلو قوي ودسم جدا كده وخطير يا جماعة. هحط هنا في الاخر بقى علبة قشطة كمان. كل الحاجات اللي فاتت ديت الدلع. حطينا علبة قشطة، حطينا نص كوباية لبن بودرة، حطينا في الاول كريم شانتيه، كوباية كريم شانتيه، ونقلب بقى في بعضه كده لحد هو هيمسك لوحده. انا ما حطيتش نشا خالص. لاحظوا ان انا ما حطيتش نشا ولا ميه الا حبة الميه اللي كان منقوع فيها الرز. هنا بقى نحط السكر على حسب الرغبة في الاخر خالص. اللي انا حطيته في الطبق الازرق ده اول حاجة كان يا جماعة كيس كريم شانتيه. حطيت كمان شوية سكر، حسيته عايز شوية كمان، فهنحط شوية ونقلب على نار هادية كده لحد ما يتجنس كله مع بعض. حطيت في الاخر كده نص معلقة من الفانيليا. مش عايزة تحطي ما تحطيش، عادي جدا. شايفين قوامه ابتدى يتقل وابتدى يتجانس مع بعضه من غير ما احط نشا خالص. انا عايزاه اصلا يكون قوامه مش اللي هو التقيل قوي الماسك قوي في قلب الطبق كده، لا انا عايزاه يبقى زي بتاع الالبان اللي احنا بنجيبه من بره. الطبق بيبقى بشيء وشويات كده، وطبق فيه يا دوبك معلقتين بس، بيبقى ايه كريم شويه كده وسايل شويه، مش الطبق بيبقى جامد قوي اللي هو البلدي مش بتاع الافران. هنا هصب بقى، عمل لي 9 اطباق من اللي انتم شايفينهم دول. ان انا ما حطيتش الا نص كوبايه شاي رز، وما حطيتش اي حاجه تانية، ولا نشا ولا ميه ولا اي حاجه. ملالي ال9 اطباق دول، وكانوا طعمهم حلو جدا جدا. تاكليه سخن تاكليه بارد بألف هنا وشفا، تاكليه في اي وقت، بس طعمه كان بارد حلو جدا، والوش كان كمان مكرمش زي بتاع المحلات بالظبط.
هسيبه يبرد وبعدين ادخله التلاجة واغطيه عشان ما يكلفش من اي حاجة. لو وصلتوا لحد هنا وعجبكم الفيديو حطوا لايك وكومنت حلو من قلبكم، واللي لسه ما اشتركش معانا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه. والف هنا وشفا على قلوبكم.